السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم الميمات خواتاتي؟ كي دايرين؟ كلشي بخير، صحيحه لاباس؟ اش كتعاودوا؟ نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال يا رب العالمين. ايوا مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. البنات اللي دخلوا جداد والناس اللي تابوناو عندي جداد، مرحبا بكم. اختي الدار داركم، نورتوني وشرف لي يكونوا عندي متتبعين بحالكم. ايوا هنايا اختي خديت كوكوط كما كتشوفي، حنا والكوكوط والزمان طويل. خديت واحد الحبه ديال المطيشه، غير حبه وحده كنحكها هكا في الكوكوط. المهم راه كنحاول القشره ديالها زعما ما تفرتتش باش نجمع داك القشر ديالها. غادي نصاوب عديسه. المهم هاد القشره كنوريها لكم هنا، ملي كتكون حمراء وطايبه كنجمعها في ميكا، كنلوحهم في الفريغو حتى نجمع واحد الكميه اللي هي مزيانه. وديك الساعات نصاوبوا بها مطيشات الحك في اطار الاقتصاد وفي اطار الماكله الصحيه. ايوا شجعوني بلايكاتكم اختي وتعليقاتكم الزوينه. المهم هنايا من بعد ما حكيت ديك مطيشه، غادي ناخذ الثومه، شي دريسات يكونوا كبار ديال الثومه، وغادي نحكهم في الحكاكه. حكيت ضريس كبير ديال الثومه في الحكاكه رقيقه بطبيعه الحال. المهم الطريقه يعني العدس بهذه الطريقه كيجي لذيذ. نتوما عارفين البرد هذا اللي جاي، مره ندخلوه في وسط السيمانه، راه ماشي غير على قبل الاقتصاد وانما على قبل حتى صحي. راكم عارفين الفوائد اللي في العدس. شتوني حكيت واحد الدريس وخديت هنايا 4 صغار. حنا صراحه كيعجبنا العدس فيه الثومه هكا صاينه. مهم حكيت واحد كبير وحكيت ولحت 4 صغار، من بعد ما غسلتهم بالقشر ديالهم لحتهم في كوكوط. هنايا واحد الحبه ديال حاره مزاود كانت عندي في المجمد، راها جامده، جبدتها من المجمد اللي حتى في كوكوط نيشان. ضروري اختي العدس واللوبيا مع المزيودات. كتعطي بنه زوينه، وراكم عارفين حتى هي فيها لا فيتامين سي. هنايا غادي ناخذ شويه القزبر ومعدنوس اللي كانوا عندي في المجمد. من الاحسن يكون زعما طري، ولكن ما فيا اللي قطعوا زربانه صافي وخديته من المجمد. واصلا بعد المرات ما كيبقاش عندك الربيع، كضطري ديريه في المجمد. ما علينا، هنايا كبيت شويه، درت شويه من القزبر والمعدنوس عادي. دابا غندير العطريه ديالي، شويه د الملح على حسب الذوق، شويه د البزار، ما كنكثرش فيه البزار، شويه ديال السودانيه حيت راني دايره الفلفله يعني مزاود. هنا شويه د الخرقوم البلدي وشويه ديال التحميره. كنضيف الزيت غير زيت نباتيه، ما كنديرش زيت البلديه صافي. من بعد كنجيب هذا اللي كنحركو عادي، كنحرك ديك الشرموله ديالي عادي، وكنجيب العدس اللي غسلته مزيان من اي حاجه فيه ونقيته وصفيته. كنضيفو على ديك لاصوص اللي عندي، كنحرك شويه وكنمرق بالماء الكافي اللي غادي يطيب ليا فيه، الماء غير بارد عادي. هنا واحد المعلقه مع مراش ديال مطيشه الحك. المهم انا حيت متوفره لي صافي ما تنديرهاش. العديسه ديالي طابت، هذاك عصير ديال الحامض والخيار والتفاح، غير نص خياره، ماشي حتى خياره وحده، نص خياره حامضه تفاحه، والماء بارد جا رائع. الا بغيتو نشاركو معاكم في اطار الاقتصاد اختي، حبه حبه ونخرجوا العصير. هنايا في العشاء خديت مقيله شويه ديال زيت نباتيه. المهم تقدروا ديروا زيت الزيتون اللي متوفره ليها طيب بها، انا اختي ما متوفراش ليا ما كنطيبش بها. هنايا كنحك الثومه واحد 4 ديال الدروس ولا كتر. المهم الثومه تكون كثيره في هاد لي باط. هنايا في العشاء كنصاوب لي باط للعشاء، كيجيو واعرين بزاف 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 بزاف، بحال ديال المطاعم، واخا راه ما فيها لا كفته لا دجاج لا حتى حاجه. غيبان لكم الفيديو مصور ماشي بالعرض، مصوراه بالطول، راه حيت كنلوحو في الانستغرام راكم عارفين. دابا نحط لكم الانستغرام ديالي، تما كنلوح فيها وصفات لي زعما قصارين، دي فيديو قصار وصافي. كنضيف واحد المعلقه ديال مطيشه الحك ضروريه في هاد لي بات، ضروري تكون. شفتوا عندي تما مطيشه ديال لاصوص طوماط عاديه كانت عندي في فريغو. من بعد ما درت مطيشه الحك معلقه، خديت واحد المورسو من لاصوص طوماط كان عندي في مجمد، وضفتو لهاديك مطيشه الحك، وكنحرك كلشي مزيان يتقلى. المهم شوفوا هاد لي بات واعره بزاف بزاف، متاكده الا جربتوها غتوليو مدمنين عليها، يعني راه غادي تبقاو ديما كديروها. المهم هنايا من بعد ما كتقلى ليا مزيان غادي نضيف مليحه، شويه د البزار، شويه د المعدنوس. هادو هما سمحوا لي كنعطيو انا سخفانه. المهم هادو هما التوابل اللي ضفت، غير الملحه والبزار، شويه د المعدنوس. غتشوفوني خديت شويه د الماء من هذاك
من لي باط، يعني الماء اللي سالقه فيه لي باط. درت لي باط، درت فيها الماء حتى غلا، درت شويه الزيت العاديه مليحه وسلقتها. صافي كنهز من بعد ما تسلقات ليا كنهز منها واحد شويه، كنضيفوا لها ديك لاصوص، كنخليها كنحركها مزيان، كنخليها حتى كتختار. هانتوما تشوفوا معايا. صافي كنخليها حتى كتختار على هذا الشكل كما كتشوفوا معايا. كنضيف واحد 2 قطع ديال الجبن كانوا متوفرين ليا، جبن شيدار عادي، 2 قطع كنديرهم وكنحرك مزيان حتى كيذوبوا. عرفتي كيعطيو واحد التعليكه، واحد البنه، واحد المذاق لهاد لي باط، راه ميمكنش. جربوها غادي تعجبكم بزاف. كنحرك مزيان حتى كيذوب ليا الفرماج. صافي من مور ما كيذوب كنجيب لاصوص، صوص بلونش، صوص بيضه، غير صوص بيشاميل هادي انا مديره فيها لا كريمه لا حتى حاجه. معلقه كبيره د الزبده، ومتى كذوب كنزيد معلقه كبيره ديال الطحين، كنخلطهم مزيان. من بعد كندير 2 كيسان ديال الحليب، شويه د الملحه، شويه د البزار. كنبدا نخلط بالفوي اي الطراب اليدوي، كنخلط به باش ما يكونوش عندي كتل، حتى كتولي عندي صوص بيشاميل جاهزه. وكنضيفها لهذيك الصوص لاصوص الطوماط اللي درت لها الفرماج في الاول. كنحركهم حتى كينسجموا مع بعضياتهم. صافي ملي كينسجموا كيغلاو ليا مزيان، كتبان ليا ديك الصوص بدات كتختار وكتقال عاوتاني للمره الثانيه. كنضيف ليها الفرماج موتزاريلا اختياري، الا ما كانش عندك ما تضيفيهش، انا غير حيت متوفر ليا وبغيت هاد الصوص تجيني بحال ديال المطاعم وتجيني زوينه ومعلكه، زدتو. اش غنقول لكم، جربوها راه واعره. المهم هاد الفيديو برعاية جربوها راه واعرة. انا كنمنطي لكم وانا كنضحك على راسي بهاد جربوها راه واعرة، ولكن راه بصح زوينه. هنا ملي كنضيف هذيك الموتزاريلا اللي كانت عندي فريكو، راه شفتو درتها واحد شويه ماشي بزاف، كنحرك مزيان حتى كتذوب، كتعطينا ديك التعليكه، يعني كتعطيك داك الخيط. من بعد كنجيب لي باط من بعد ما صفيتها وخليتها تسقطرات شويه. صافي وكنديرها في هذيك الصوص وكنبدا نحرك مزيان حتى كتنسجم وتشرب ليا. هنا راه مازال ما طفيتش النار، يعني باقا البوطه شاعله حتى كتشرب ليا. صافي وكنطفي عليها. هنايا بغيت نخليكم تسمعوا ديك التعليكه، رشيت عليها واحد الرشيشه د المعدنوس. صافي وكنطفي عليها، كتجي زوينه بزاف. شوفوا معايا كي معلكه. هانتوما في واحد القطه انا غنسكت وغنخلي لكم الفيديو باش تسمعوا داك الصوت. كنت متعمده نخلي لكم الصوت فيه باش تسمعوا كي كتجي. شفتوا كيف كتجي؟ راه ساهله دغيا كتوجد، راه تقريبا واحد 4 ساعات تكوني وجدتي العشاء وساليتي، كتجي زوينه. جربوها ما تبخلوش عليا حبابي بتشجيعاتكم. نتلاقاو في فيديو جديد. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. والمهم جربوا الوصفات وردوا عليا، ما تبخلوش عليا بلايكاتكم، حيت ملي كنشوف اللايكات بزاف كنعرف باللي الفيديو نال الاعجاب ديالكم، ويعني كنتحفز وكنكمل لكم في نفس الفيديوهات. نتلاقاو في فيديو جديد.